Hi Junior 4, I am Miss Amira Muhammad and this is my channel Science Shine. Today we will answer together homework sheet in week 6. في الشيت ده هنبدأ نحل على concept number 3 light and sight. أول حاجة question number 1 بيقول لي choose the correct answer from the practice. Question number 1 light is a form of الضوء يعتبر صورة من إيه؟ من الانرجي ولا الورك ولا الموتور؟ طيب احنا اتفقنا مع بعض ان اللايت ده form of energy صح؟ زي مين؟ زي الساوند. يبقى الانسر ايه؟ energy. عشان light is a form of energy صورة من الطاقة. طيب question number 2 بيقول لي which of the following is an opaque object؟ مين في دول يعتبر opaque object؟ طب نفتكر مع بعض يعني ايه opaque object؟ يعني جسم معتم، يعني it can't be seen through it، يعني ما اقدرش اشوف من خلاله، صح كده؟ طيب مين في دول بقى يعتبر opaque object؟ الوود ولا الووتر ولا الاير؟ طبعا الوود اللي هو الخشب، لان احنا ما نقدرش نشوف ايه اللي ورا الخشب، صح كده؟ طيب question number 3 بيقول لي when light falls on mirror، لما الضوء بيسقط على mirror مراية، ايه اللي بيحصل له؟ بيقول it reflected، خلي بالكم من reflected هنا بالال، تمام؟ ولا refracted يعني انكسار ودي بالار، ولا scattered؟ طب هو لما كان اللايت ري fallen mirror بيسقط على مراية كان ايه اللي بيحصل؟ كنت بلاقي ان هو بيحصل له reflected. يعني ايه reflected؟ يعني انعكاس. طب هما يعني ايه مس refracted دي اللي بالار؟ يعني انكسار. احنا خدنا لما اللايت ري fallen mirror بيحصل له ايه؟ شاطرين، بيحصل له reflected يعني انعكاس، اللي هي بالحرف ال. خلي بالكم النقطة دي كويس، تمام؟ question number 5 بيقول لي from natural source of light، من مصادر الضوء الطبيعية لللايت كان مين؟ بيقول لي الصن ولا المون ولا الكاندل؟ نفتكر مع بعض ان الصن دي كانت source of light، صح؟ طيب natural يعني ايه؟ يعني طبيعي، فالصن تعتبر natural source of light. حد يقول لي مس طب ما الكاندل source of light بس مش natural، مش طبيعية، صح كده؟ يبقى الانسر معانا ايه؟ الصن. بعد كده بيقول لي put true or false. question number 1 nocturnal animals have larger eyes than human. بيقول لي true ولا false ان nocturnal animals الايز بتاعتها بتبقى اكبر من الهيومن. طبعا احنا اتفقنا ان nocturnal animals بتخرج at night عشان تعمل hunt، تصطاد البري بتاعتها وتدور على الفود، صح؟ طب هي لما تخرج at night محتاجة ان الاي بتاعها يكون كبير شوية، صح؟ طيب هي عايزة الاي بتاعها يكون كبير عشان تقدر ان هي تشوف at night، يبقى هي لازم يكون عندها eyes larger than اكبر من الهيومن، صح الكلام ده؟ يبقى هنا ايه؟ true. question number 2 بيقول لي rough object يعني السطح الخشن reflect light better than smooth one، يعني بيقول لي السطح اللي هو او اي جسم يكون rough خشن بيقدر ان هو يعمل reflect لللايت، بيعكس الضوء بشكل افضل من السطح الناعم. طبعا احنا اتفقنا ان افضل اوبجكت يعمل ريفلكت اللايت كان مين؟ شاطرين، السموث اوبجكت. طب لما يجي يقول لي هنا بقى الرف اوبجكت بيعمل ريفلكت اللايت افضل من السموث اوبجكت، يبقى طبعا الكلام ده false. question number 3 بيقول لي the moon is not source of light. هو بيقول لي هو المون ما يعتبرش source of light؟ ايوه صح، المون ما يعتبرش source of light. ليه يا مس؟ عشان احنا اتفقنا ان شرط ان انا اقول على الحاجه دي source of light ان هي بتكون emit يعني بتخرج its own light، الضوء بتاعها هي. المون ده اللايت اللي بيطلعه مش الضوء بتاعه، تمام؟ يبقى هنا not source of light، ايوه صح ان هي المون مش source of light. بعد كده بيقول لي write what the following sentence indicate، يعني قول لي الجمله دي بتشير الى ايه. question number 1 the organ يعني عضو affected by light and responsible for vision. مين العضو اللي هو بيتأثر باللايت وكمان مسؤول عن الفيجن اللي هو الرؤية؟ اتفقنا مين؟ شاطرين، الايز. question number 2 بيقول لي material that allow light to pass through them. مين الماتيريال اللي بتسمح لللايت ان هو يعدي من خلالها واقدر اشوف ايه اللي وراه؟ ده كان مين؟ شاطرين، الترانسبيرنت ماتيريال اللي هو الجسم الشفاف.
question number 3 بيقول لي objects through which light is emitted. بيقول لي الأوبجكت اللي كانت بتطلع اللايت بتاعها its own light كنت بسميها ايه؟ شاطرين، كنا بنسميها ان هي source of light، يعني تعتبر مصدر للضوء، يبقى sources of light. question number 4 بيقول لي materials that can't be seen through. مين الماتيريالز اللي انا ما اقدرش اشوف من خلالها؟ يعني don't allow light to pass through them. مين؟ شاطرين، الاوبيك ماتيريال اللي هو الجسم المعتم. بعد كده بيقول لي what happen when، ماذا يحدث لو، او ايه اللي هيحصل لما. question number 1 light falls on rough surface such as wood or paper. بيقول لي ايه اللي هيحصل لو اللايت بدل ان هو fall on rough surface، يعني اللايت بدل ان هو يسقط على rough surface يعني سطح ايه، سطح خشن. في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ بلاقي ان اللايت ري بيحصل له بعد كده ريفلكت، يعني بينعكس، بس ان ايه، ان scattered. يعني ايه scattered؟ يعني بشكل ايه، مبعثر شوية، يعني كل واحد فيهم في اتجاه. تمام كده. طيب يبقى هنكتب ايه؟ The reflected light ray will scattered or diffused in different direction. question number 2 بيقول لي light falls on a small surface such as mirror. بيقول لي ايه اللي يحصل بقى لو اللايت بدل ان هو fall on a small surface يعني سطح ناعم زي الميرور. لا، هنعتبر ان دي الميرور، واللايت راي بدل ان هو fall on smooth surface. في الحالة دي بلاقي ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان هو بيحصل له reflect، يعني انعكاس، بس بيكونوا in same direction، يعني في نفس الايه، في نفس الاتجاه. تمام كده، في مشكلة؟ يبقى هنكتب ايه؟ هنكتب light ray will reflected in same direction او in one direction. في مشكلة كده؟ طيب كده نكون خلصنا مع بعض homework sheet in week 6. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.